السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات وانا بقسم اللحمة ان انا جايبة 2 كيلو من اللحمة المفرومة هنعمل بيهم اطعام. فده فيديو الاطعام اللي انا وعدتكم ان انا هنزله لكم. والاطعام زي ما قلت لكم لازم نعرف غيرنا علشان الكل يقلد في الخير. تمام كده؟ فيلا بينا نشوف مع بعض. انا هنا معايا 2 كيلو من اللحمه المفرومه اللي قلت لكم انا ما قسمتهمش لان دول طالعين للاطعام اهم زي ما انتم شايفين كده. هناخد ال2 كيلو وهضيف عليهم كمان نص كيلو من عندي من حاجتي انا، علشان طبعا لما اجي ادي ولادي ما اخدش من حاجه الاطعام، ابقى انا كده مزوده في الكميه علشان ولادي كمان ياكلوا. تمام، حطيت نص كيلو كمان ده زياده من عندي لينا احنا. واللحمه المفرومه بقى كده كلها على بعضها 2 كيلو ونص. بصوا بقى، الإطعام مش لازم من الكتير، لا ده من القليل. يعني لو عندك كتير اعملي، عندك كتير قليل جوزي بيه. اللي عندك جوزي بيه يا ست الكل. تمام كده. وهقولك برضو كده شوية حاجات واحنا شغالين. هنا انا هضيف بصل ومش عايزة اضيف بقى اي حاجة للكفتة بتاعتي، ولا عيش بقى ولا الحاجات اللي بشوفها ولا بقسماط ولا برغل. انا عايزة اللي انا اقدم له الحاجة اقدمها له زي ما انا بعملها لولادي بالظبط. وانا بعملها لولادي كده: بصل، ملح، فلفل اسود، وتوابل، بس على كده. تمام. هضرب البصل هنا حوالي معايا زي كيلو الا ربع من البصل او اقل شويه كمان. انا مش عايزاها كلها بصل علشان اللي ياكلها ما تبقاش كلها بصل وخلاص، لا تبقى فيها لحمه. تمام كده. هضيف البصل ضربته في الكبه ونزلت بفلفل اسود وملح. تمام. هضيف برضو كده مكعبات من المرق، حوالي مكعبين او 3، مش اكتر برضو. وهدعك بقى اللحمه كده او هعجنها كويس قوي لغايه ما تتسمغ معايا. تمام. طبعا هنا هتلاحظوا، هتشوفوا في اللقطات اللي جايه ان الاضاءه بقت مش حلوه، النور قطع عليا يا جماعه وانا بعمل. طبعا انتوا عارفين الساعتين اللي بناخدهم قطع نور، فانا كملت بقيه الفيديو والدنيا ضلمه، يعني كنت شغاله على كشاف التليفونات. تمام كده. عجنت اللحمه بقى بتاعتي كويس جدا وسمغتها. وهنا كنت عايزه اضيف كيس توابل من توابل الشوي، قلت انا هضيفها لما اجي اشتغل علشان تبقى ايه، نكهتها باينه كده وطعمها يبقى باين. هغطيها وادخلها التلاجة، وبعد لما اجي اصبعها هضيف لها كيس التوابل. تمام كده. كيس التوابل بقى من كنور انا او من فاين فودز. في ناس قالت ان كنور مقاطعة، بس انا لما سألت قالوا لي ان كنور مش تبع المقاطعة. فانا مش عارفة بصراحة يا جماعة، حد يدلني يعني. انا كان عندي كمان في البيت الخلطات دي، فانا معايا خلطة الكفتة كده، خلطة كفتة الحاتي. نزلت بقى بكيس خلطة كفتة الحاتي على الحاجات اللي انا كنت عاملاها اللي هي البصل، ملح وفلفل اسود. بصوا بقى هتلاحظوا ان الدنيا ضلمت، كان النور قطع هنا. تمام كده. معايا ميه بصل وحطيت عليها معلقتين من الزيت، وحطيت عليها فركت مكعب من المرق، بتدي طعم حلو قوي لما بتيجي تصبعي. بدات ان انا اصبعها لان هنا ما كانش معايا بقى الستاند، ولا عندي الستاند مكسور بصراحه. فانا صبعت هنا وبقيت طبعا ابل ايدي بالميه بتاعه البصل وعليها الزيت والتوابل دي. تمام. صبعتها بقى كده كلها ورصيتها كده على الجريل. وفي كمية تانية معايا هكمل برضو تصبيع يعني فيها، وبعد كده نشوف. معايا رز بسمتي، معايا 2 كيلو من الرز البسمتي. هغسلهم كويس جدا جدا. الرز البسمتي لازم يتغسل كويس. هنحط له معلقتين من الخل علشان لو في اي حاجة كده بيخليها ان هي ايه، تطلع معانا. تمام. وبعد ما نقعه كده شويه بتاع ربع ساعه اخده اغسله غسله حلوه جدا. هنا بقى التوابل بتاعتنا: معايا معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من توابل كبسه، معلقه كبيره من توابل الشرق الاوسط، ودي توابل موجوده في كل محلات المستلزمات العطاره. معايا شويه قرفه، فلفل اسود، وكام ورقه لورا، وقرنفل، عود من القرفة، وواحدة من اللومي. نزلت كده بشوية زيت وحتة قطعة من الزبدة. هشوح الكلام ده كله مع بعض، وهكتب لك برضو كل التوابل اللي انا ضفتها في الديسكريبشن ان شاء الله. تمام كده. هشوح بقى كل الكلام ده لحد ما اشم ريحته وهدي النار عليه. مش عايزاه الحاجات دي تشيت يا جماعه، الحاجات دي احنا بنحوجها كده زي ما بتحوجي اي ايه، المغات والحاجات اللي هي ايه فيها توابل وكده. تمام. هنحوجها بقى تحويجه كده حلوه على الهادي يا زبادي. تمام كده يا ست الكل. تعالي بقى اقول لك بقى يا حلوه يا اموره انت وهي، الاطعام ده يا جماعه من القليل ومن الكتير. يعني بمعنى ايه؟ هنا انا نزلت بالرز طبعا بعد ما غسلته كويس جدا وهشوحه على التوابل. يعني بمعنى ان انت عندك حاجات كتير تقدري تطلعي منها اطعام، طلعي.
عندك حاجات قليله وتقولي لا انا اصلي ما عنديش وامكانياتي ما تسمحش، لا يا والله العظيم بجد اعملي حتى من القليل. بصي لو عامله فرخه، والله لو عامله فرخه واحده، خدي منها ربع فرخه وحطي معاها شويه طبيخ من عندك على شويه رز واعملي وجبه واحده، ربنا هيكتب لك ثواب الاطعام برضو والله. فمن اقل حاجه الاطعام ده يا جماعه صدقه دافعه نافعه، بتشيل عنا حاجات كتير جدا، وربنا يا رب يفك كربنا جميعا يا رب ويتقبله منا. نزلت بقى هنا بعد ما شوحت الرز نزلت بمقدار الميه. وطبعا الرز البسمتي بياخد الكوبايه، بتاخد كوبايتين لو مش منقوع، لو منقوع الكوبايه بتاخد كوبايه ونص ميه. تمام، بدأ يتشرب معايا وشايفين بقى تفلفل ولونه تحفة وطالع زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقول لكم التوابل بتاعة الشرق الاوسط دي حاجة تحفة تحفة في الرز، بجد كان تحفة. وبصوا متفلفل وزي العسل. تمام، هنعمل لهم برضو كمان تومية علشان ندلعهم كده. معايا ربع كيلو من النشا، هنزل بيه كله كده في الوك كده او في الحلة او اي حاجة عندك يا ست الكل. وهنبتدي ان احنا ندوبه في شوية مية علشان ناخده على النار يعمل زي كتلة كده، زي ما طبعا ما احنا كلنا عارفين. هنقلب بقى الدقيق على البارد، وبعد كده نبتدي ان احنا ناخده على النار. بعد ما دوبته بقى كده خلص مفيش اي تكتلات، هاخده على النار شوية لغاية ما يتكتل معايا. والتومية سهلة جدا جدا ومكوناتها ما فيهاش اي مكونات، وهنعملها برضو كده هتشوفوها معايا. تمام، طبعا احنا حضرنا الرز. والرز انا هنا كنت بقى لسه ما عملتش الرز، بس انا يعني برتب لكم اللقطات. تومية ورا بعض، الرز ورا بعض، الحاجات دي كلها. بدأنا هنا بقى ان احنا ايه نعمل التومية كده لغاية ما تتكتل معانا. وتلاحظوا بقى هنا ان الدنيا ظلمة، ان احنا شغالين على كشاف التليفون. كان واقف معايا ابني الكبير، بصراحة ربنا يبارك له يا رب ويوسع عليه يا رب ويرزقه. هو اتخرج السنة دي من كلية الحقوق، يعتبر هو خريج 2023. وادعوا له بقى كده، داخل الجيش خلاص، ربنا يوفقه يا رب ويحقق له كل الأمنيات، ويحقق يا رب لأخوه كمان كل الأمنيات، ويكرمني بيهم يا رب وفيهم إن شاء الله. كده بقى بصوا بقت كتلة معايا، هاخدها أنا هنا جيت أضربها في الكبة، لقيت الكبة هتبتدي ان هي تخرزها. فانا هوريكم انا هعمل ايه. معايا لبن، معايا توم، معايا خل، معايا ميه، ومعايا الملح، بس دي الاضافات. نزلت بقى كده باللبن، معايا نص كيلو من اللبن، نزلت كده باللبن وسبت شويه. الكبه هتخرزها، فاحنا هنعمل ايه، هناخدها دلوقتي نضربها بالبلندر اللي هي ايه اليدوي. نزلت بقى بنص كميه اللبن ونص كوبايه ميه وشويه خل، وهضيف الملح وهضيف الثوم اللي انا قطعته بعد ما قشرته وكده خرطته حتت صغيره. تمام، هضيف الملح وهضرب الحاجات دي كلها. حطينا الدقيق توم، حطينا يعني حوالي راس صغيره كده يعني خالص، فيها زي حوالي 7 فصوص توم، كانت راس صغيره. ونزلنا بقى كده بالزيت سرسوب من فوق، هننزل بقى بشويه الزيت. وهنا لاحظت ان هي الكبه هتخليها لي مخرزه، فانا مش عايزاها مخرزه، انا عايزاها تبقى ناعمه كده وزي الحرير. خدتها بقى كده في بوله وبالبلندر كده اليدوي، وبدات ان انا اضربها انعمها خالص. وهنا ضفت بقيه كميه اللبن، وهضيف كمان نص كوبايه الميه. يبقى خدت مني الربع كيلو النشا، اخد مني نص كيلو من اللبن وكوبايه من الميه، وحوالي 3 معالق او 4 معالق من الخل، نص كوبايه او اقل كمان من نص الكوبايه من الزيت، وحوالي 7 أو 8 فصوص توم. تمام، اهم حاجه التوم يا جماعه ما يبقاش لاذع قوي فيها، يعني ما نكترش التوم في المعقول. تمام كده، هنضرب بقى كده كويس جدا. وبصوا قوامها بقى كريمي وبقت تحفه. تمام، ولو عندك خلاط هو الخلاط هيعملها لك حلو، لكن لو عندك كبه اعمليها بالبلندر اللي هي اليدوي. بقت ناعمه معانا وزي الفل. وهنا بقى هنبتدي ان احنا نسوي الكفته. الكفته انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا دهنت الجريل كده بتاعي زيت. هنا كان الرز طبعا بوريه لكم كان مستوي وحلو زي الفل. والكفته بدات ان انا بقى ايه اسويها، هي بقى بتجيب ميتها. وهنا بقيه الكفته بقى ببتدي ان انا بقى ارصها معاهم كده علشان إيه كله يستوي بقى ان شاء الله، ونطلعه كله في وقت واحد. كفته طبعا استوت منها فيها، انا ما بضيفلهاش ميه خالص، هي بتنزل ميتها وتستوي منها فيها. بصوا بقى بعد ما استوت خلاص كده تمام، والرز كمان تمام. وطبعا التوميه في التلاجة، بدأت ان انا بقى ايه اسخن كده، اولع فحمية
واحط عليها شويه زيت واكتم بقى على الكفته كده عشان تطلع ريحتها زي ريحه الكفته بتاعه الحاجي. بجد والله كانت حلوه جدا، كل الناس اللي اكلت منها قالت لي كانت تحفه وعجبتهم الحمد لله. والحمد لله يا رب كان الاكل جميل جدا. ولما تعملي حاجه جيبي احلى حاجه عندك وقدمي فيها، مش عشان اطعام بقى تعملي اي حاجه واي كلام، لا اعملي باحلى حاجه عندك وما تستخسريش. يعني جيبي لهم بقى اطباق شكلها حلو، جيبي لهم اي حاجه شكلها حلو. هنا كمان ابني ربنا يجازيه خير زود في الحاجات، بس بعد ما نزل جاب ميه معدنيه وحط ميه معدنيه في كل كيس وكده. وهنا ابني بصوا واقف معايا، شاركوا ولادكم الخير علشان ولادكم يطلعوا قلبهم كله خير وكل فرحه. بصوا كنت عامله كوبايه شاي هنا، كان النور رجع بقى، كنت عامله كوبايه شاي هنا وواقفه بقى بشرب الشاي واقفه برص. كان واقف معايا زميل ابني انا مربياه برضو يعني، وكان واقف بقى قال لي طنط انا هشارككم الخير ده وانا هروح افرق مع زياد. وكنت واقفه فرحانه قوي ان معايا ابني واقف بيشاركني هو وزميله، علشان حاجة حلوة يتعلموها ولادنا، وان هم يفرقوا الخير ده حتى لو والله يا جماعة حاجة قليلة خالص اعملوا منها. وكنا رصينا بقى خلاص، حطينا هنا واحدة تومية ومعاها الكفتة وطبق كده يشبع يعني حلو الحمد لله، اللي كانوا كان بيشبع. ورصيناهم بالشكل ده وبعد كده عبيناهم بقى في الاكياس. ولما نزل زياد ابني راح جاب كرتونة مية معدنية، حط في كل كيس ازازة مية معدنية وفرقها. والحمد لله يا رب يا رب يتقبل منا الخير يا رب، ويا رب كده يجعله في ميزان حسناتنا. وزي ما قلت لكم من الكثير اعملوا ومن القليل اعملوا، ربنا يا رب يجازيكم كل خير وتقدروا تعملوا كل حاجة حلوة. وبشكركم يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.